مساء الفل عليكم. معانا النهاردة مراجعة لفيلمين في بروجرام واحد، وكانوا مهمين جدا بالنسبة لي ومهتم اتفرج عليهم. هقول لكم ايه اللي اتشاف وايه اللي عجبني منهم. الفيلم الاول هو بيتل جوز، واللي بيشهد عودة المخرج تيم بيرتون للعالم الغريب من نوعه ده من وقت الجزء الاول اللي نزل سنة 1988. الفيلم وانا بتفرج عرفت ان هدف المخرج وصناعه هو اعادة احياء لنوستالجيا بيتلجوز وتذكير الناس باهمية صناعة الفيلم ده في فترة التمانينيات وقد ايه كان مختلف. اما على مستوى القصة فهو تحس انه مسلسل تلفزيوني، خطوط كتير قدامك وفي منها الحلو وبرضه اللي مش حلو، ولكن حتى الخطوط اللي عجبتني زي خط جانا اورتيجا ومامتها اللي هو بالنسبة لي الافضل مش مخدوم كويس، وكان يطلع منه اكتر من كده ويخليني اتعاطف مع العلاقة دي، وخصوصا مع اداء رائع من جينا اورتيجا، وكذلك وايونا رايدر كانت كويسة. والخطوط التانية كتير منها ملهوش لازمة، زي خط مونيكا بلوتشي ده سيء، خط ويليام ديفو لو اتشال مش هيأثر في حاجة، والدليل ان الخطين دول خلصوا في اقل من 5 دقايق في نهاية الفيلم. اما بالنسبة لبيت الجوس نفسه مايكل كيتن كان كويس، مش اقوى عودة طبعا، لكن هو الوحيد اللي ضحكني وسط ما الكوميديا كانت قديمة شوية. وبشكل عام الحفاظ على الاجواء والبرودكشن ديزاين والمؤثرات البصرية كانت كويسة جدا، لكن مش ساحرة. بشكل عام انا خارج من الفيلم متضايق شوية، ولكن خدت بالي ان الاوقات الممتعة في الفيلم كانت بالفعل ممتعة وفيها مكافآت، والاوقات اللي مش لطيفة كانت قاسية ومملة. مش عايز ابقى قاسي انا كمان على الفيلم، مش ندمان اني شفته، وعلشان كده تقييمي 6 من 10. الفيلم التاني هو سبيك نو ايفل، ريميك لفيلم دنماركي نزل من سنتين، وانا الحقيقة ما اتفرجتش عليه ودخلت على النسخة الامريكية على طول، وعلشان كده رأيي مبني على اللي شفته في النسخة دي، لان اكيد اللي شاف النسختين هيكون عارف ايه اللي اتغير وايه اللي ما اتغير. على مستوى النص الاول كان جيد جدا من تقديم حبكة وشخصيات والسلو بيرنينج لغاية لما بنوصل للبلوت تويست اللي كانت مفاجأة على الأقل بالنسبة لي، لغاية تسلسل النهاية الصادم، وكان رائع على مستوى الإخراج. التمثيل من الرباعي فوق الممتاز، سواء جيمس ماجافوي وإيثلينج فرانسيوسي وماكنزي ديفيس وسكوت ماكينري، والأطفال مبهرين جدا. بشكل عام أنا اتبسطت جدا، وأنا كانت توقعاتي منخفضة. مش عارف لو شفت النسخة الأصلية هتفرق ولا لأ، بس خليني دلوقتي مبسوط بده، وتقييمي 8 من 10.